السلام عليكم حبايب قلب التوينز في كل زمان وفي كل مكان. اهلا بيكم في فيديو جديد، بدايه انطلاقه مشوار الاهلي في الدوري الممتاز. بدايه غير موفقه من النادي الاهلي، بدايه متواضعه. في سلبيات كتير في الماتش، في لعيبه ظهرت بشكل غير ما كان متوقع خالص في الماتشات الوديه اللي احنا لعبناها. هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل، هنتكلم ازاي الاهلي ضيع الفوز او كان من الصعب ان احنا نكسب ماتش زي ده. لو انت بتتفرج علينا عن طريق اليوتيوب ما تنساش اللايك وكومنت على الفيديو، هنرد عليك باذن الله. لو انت بتتفرج علينا عن طريق الفيسبوك ما تنساش لايك وشير الفيديو. لو انت بتتفرج علينا عن طريق الانستجرام او التيك توك ما تنساش تعمل لنا فولو، وباذن الله هرد لك الفولو. يلا بينا نبدا على طول على الشوط الاولاني. نبدا الشوط الاول بتاعنا. بدا الشوط الاولاني بمشاركه مصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي لاول مره في افتتاحيه الدوري قدام فريق رخم جدا. مشاركه مصطفى شوبير كلنا فرحنا، تمام. شابوه مليون شابوه لريفيرو، الدكر الوحيد اللي عمله. لكن خلينا متفقين ان مصطفى شوبير عمل مباراه سيئه جدا جدا، واحنا لو هنقيمه مثلا نديله مثلا 2 من 10 مثلا. مصطفى شوبير عمل مباراه وحشه جدا 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 جدا، تمام. تسبب في هدف، التراي بتاعه وحش جدا. مش مركز، بيلمس الكره قبل ما تطلع اوت وبيركبها وبيخليها ركنيه علينا. كان متوتر، ما كانش في شوبير النهارده كان متوتر، ما كانش في المهم بدا النادي الاهلي المباراه مع مصطفى شوبير في حراسه المرمى، باك يمين محمد هاني، قلبين دفاع ياسين مرعي وياسر ابراهيم، باك شمال محمد شكري، ثلاثه نص الملعب قدامه احمد رضا، وعلى على 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 يمينه محمد بن رمضان، على شمال قفشه، يمين زيزو، شمال تريزيجيه، محمد شريف مهاجم صريح. بدأنا الشوط الاولاني النادي الاهلي، خلينا متفقين النادي الاهلي سيطره اول ربع ساعه، ما فيش اجمل من كده، سيطره 10 على 10، بين الكرات 10 على 10، كوره اوروبيه بقى، فاهم؟ لما تلاقي قلبين الدفاع بتوعك في نص الملعب اعرف ان الاهلي في حاجه غلط. فاحنا مسيطرين تمام، حلو، بننقل الكوره كويس، بنتحرك بدون كوره كويس، حلو جدا، بنهرب من الرقابه كويس. بس ماذا بعد؟ مفيش فرص، مفيش جمل، مفيش اي جمل خطيره. وهقول لكم حاجه دلوقتي تخليكم ترعبوا بالصوت، تمام. بنتحرك بدون كوره، حلو جدا. قلبين الدفاع واخدين تعليمات ان هم يعملوا ضغط، هم اللي يهجموا، يطلعوا بالكوره عشان يجبروا لعيبه مودرن ان هم يرجعوا نص ملعبهم. فاحنا اذا بنضغط، احنا عايزين نزنق مودرن سبورت ان هم يبقوا في نص ملعبهم، تمام. ياسين مرعي بيطلع بالكوره كويس جدا جدا جدا. هو البناء الاول من عنده، هو خلاص هو واخد ادوار محمد عبد المنعم. فياسين مرعي هيلعب مع ريفيرو تقريبا، انا متوقع يلعب الموسم كله بسبب ان هو ممتاز في بناء اللعب. بيلعب الطوليه كتير جدا لشريف، بيلعب الطوليه كتير جدا لزيزو، بيلعب الطوليه كويس جدا لتريزيجيه، بيمرر تمريرات عرضيه حلوه قوي سواء كان لاحمد رضا او بن رمضان، بيكسر بيها الخطوط. فاذا ياسين مرعي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، تمام. نص الملعب، نص ساعه ملط، اسف في الكلمه، نص ساعه ملط. انا لسه قايل لكم ربع ساعه سيطره، لا نص ساعه 30 دقيقه سيطره اهلاويه، بنقل كويس. بس ماذا بعد؟ مفيش جمل، مفيش مهاره، مفيش جمل، مفيش تمريرات. اللعب كله كل شويه كره تقطع، فاحنا بنرجع استحواذ بس، والكوره مش استحواذ. لا مش عارفين نخترق دفاع مودرن. انا اسف، احنا قلنا احنا لعبنا قدام في تونس، لعبنا قدام البنزرتي في الملعب التونسي، حتى لعبنا منتخب الناشئين، تمام. المباراه الوحيده اللي لعبناها عادله كانت بتروجيت، كسبناها لكن معلش مع احترامي، انت كل الفرق دي كلها فرق ضعيفه جدا، تمام. لما تبدا تلعب بقى على الحظ وتلعب قدام فرق هترص لك بقى اللعيبه، ولاعب بيعمل كده للجمهور كان في النادي الاهلي وبيعمل كده للجمهور، تمام، والتاني بيعمل كده بعد ما بيجيب الجون. مالك يا حبيبي؟ احنا لسه اول ماتش، بسم الله. عيب انت دخلت ولبست التيشيرت ده. ما دام لبست التيشيرت ده المفروض لو انت عندك انتماء ما تعملش حاجه، المفروض ما تحتفلش اصلا. اصولا المفروض ما تحتفلش، المفروض. اتشتمت، اكيد شتيمه ليك يا حسام يا حسن. المهم لسه دورك جاي. المهم معلش والله انا مش لاقي حاجه في الشوط الاولاني، وانا اسف، ما حدش يستنى مننا في النهايه يا جماعه. تمريرات بدون اي خطوره، وتحرك بدون كره ممتاز. تعالى اقول لكم بقى على الايجابيات. في ايجابيات. ايه هو؟ واحد زي زيزو، بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ايه الجمال ده؟ زيزو يعني ما فيش فرص حقيقيه في الشوط الاولاني، لكن لاعب بيتحرك، لاعب ماسك الخط زحف. محمد هاني بيستلم الكوره، هو اللي بيعمل كل حاجه. زيزو بيعدي من واحد، بيرمي الكوره ورا اللاعب وبيجري عليها، بيعمل العرضيه ما بتوصلش، بس لاعب بيحاول، لاعب بيجتهد. هو رقم واحد عندك في خط في الاجنحه عندنا، رقم واحد زيزو. جوده تريزيجيه كل كره بيحاول يعدي، لكن لا جديد لتريزيجيه. محمد شريف مش باين نهائي بسبب ان الاجنحه بتوعك وصانع اللعب محمد مجدي قفشه.
تمام. ونقول لكم على دور بين رمضان في الشوط الاولاني كان ستار خالص. محمد مجدي قفشه وحش جدا تايه. الملعب مش مستحمل نهائي، الملعب مش مستحمل نهائي بطء الريتم يا قفشه، حرام عليك. بطء الريتم وانك تلعب لورا ده مش لازم يبقى فيه ابتكار، لازم يبقى فيه ابتكار. الماتشات كلها مش هتبقى سهله. ماتش وحش قوي من قفشه، بطيء مفيش ابتكار. شوط وحش قوي، مفيش ابتكار فردي، مفيش تعدي، مفيش رؤيه. ما ينفعش، الملعب مش مستحمل. قفشه بطيء نهائي. وده اللي بيميز امام عاشور. يعني في كوره اقسم بالله الفيس ماسكه ضحك عليه. في كوره طالعين بالمرتده تمام، راح قفشه راح باص لفف حوالين نفسه، راح مرجع الكوره للدفاع. يا عم حرام عليك، اطلع بالمرتده. لو امام عاشور هو ده الفرق ما بينك وبين امام، اطلع بالمرتده. وحش قوي قفشه، وحش قوي يا جماعه. ده جديد، ده مش صانع لعب، امكانيات محصوره. وحش قوي قفشه تمام. على الجانب الاخر بن رمضان، توصيف بن رمضان كجناح ايمن او خط وسط ايمن مساند لزيزو خطا تماما، لان بن رمضان لعيب عايز يلعب على عدته، انه لعيب حريف، لعيب شويط. فاذا انك توظف بن رمضان ناحيه تريزيجيه افضل بكتير ما توظفه ناحيه زيزو، لان بن رمضان مش هيفيدك بحاجه خالص ناحيه زيزو. وكلنا شفنا كاس العالم للانديه، كلنا شفنا لما بن رمضان ما بقناش عارفين ده زيزو ده تريزيجيه ولا بن رمضان. اقسم بالله من كتر الستايل، ده مش ستايل نص ملعب. فبن رمضان عنده ستايل مهاري، فحرام انك انت تحصره في حته اليمين دي، لان بن رمضان مش هيعمل لك عرضيه. فبن رمضان توصيفه كوسط ملعب شمال مساند لتريزيجيه او لبن شرقي تمام، افضل بكتير من ناحيه اليمين. عشان كده بن رمضان ما ظهرش خالص الشوط الاولاني. عايز برضه اتكلم على محمد شكري. محمد شكري عشان تستفيد منه لازم تديله كرات، لازم تجريه في المساحه. ما انت طول ما انت مموت اللعب خالص، ان انت مش عايز تلعب على الباك تمام، ومش مموت خالص، محمد شكري مش هيديك الافاده تمام. ولسه هيظهر اكتر اذا كان هو بجوده علي معلول ولا لا، وبقابلوني تمام. معلول وبقابلوني. في حاجه ايجابيه جدا في الدقيقه 45، النادي الاهلي بدنيا حلو قوي، واقف على رجله، وشابوه المعد البدني. احنا في بدايه موسم تمام، عايزين نشوف البدني عامل ازاي عند اللعيبه. ففي حاجه في الدقيقه 45 اللعيبه بتضغط عالي في الدقيقه 45 في اخر الشوط، فاذا دي حاجه كويسه جدا. فحاجه يعني عايزين ننتج بقى، يعني عايزين ناخد ده كدافع علينا ان احنا ننتج في الملعب، مش كأني دافع بس. مفيش خالص. احمد رضا كويس قوي في الالتحامات، كويس بدنيا، كويس، عامل مباراه ممتازه. لسه عنده نواقص كتير. الوان 3 بتاعته حلوه قوي، عايز ياخد شويه تمريرات، عايز لسه ياخد ماتشات تمام. بس حرام انك تلعبوا على ديانج ده، وصدقني لو ديانج فضل تكه والله لا يمشي تمام. هيمشي لان لاعب زي ده حرام يعني. فانتهى الشوط الاولاني 0-0 بدون اي فعاليه، مفيش هجمات، مفيش اي حاجه تذكر خالص. يعني في كارثه هي دي اللي قلت لكم عليها في الدقيقه 43 اول تسديده من تريزيجيه. فده يبين جوده الشوط السيئه، مدى جوده القرف والخنقه، ان في الدقيقه 43 اول شوطه من تريزيجيه من مهاره فرديه. طب احنا ما شفناش ليه طول الشوط مهاره فرديه من الاجنحه بتوعك اللي بيحاولوا يخترقوا وبيسددوا؟ ما شفناش ليه من لعيبه وسط الملعب بتوعك سواء كان قفشه اللي ميت تمام، او بن رمضان اللي مش على عدلته؟ ما شفناش ليه تسديدات من لعيبه وسط الملعب؟ ما شفناش ليه محمد شريف كل شويه بيطلع على ناحيه اليمين عشان يعمل عرضيه لتريزيجيه تمام، اللي بيضم كمهاجم هو قفشه. والله قفشه وزيزو ضيعوا على محمد شريف جوان كتير، والله العظيم. كان قاطع 100 قطعه، كان بيقط او بيخش العمق وبيقطع 100 قطعه، كان هيبقى انفراد. واحد زي محمد شريف ده ليه ستايل معين كده عشان تاخد منه انتاج. لازم يلعب تحتيه صانع لعب، يعني ايه، مولود في ملعب، لازم عشان تنتج. انما انت طول ما انت محمد شريف مش واخد من زيزو، ولا مش واخد من تريزيجيه، ولا واخد من البطه اللي تحتيه، ولا واخد من بن رمضان، هيعمل لك ايه؟ طب شريف ما عملش حاجه طول المباراه تمام. يبقى الشوط الاولاني وشوط سيء قوي 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 من لعيبه النادي الاهلي. نخش على الشوط الثاني. ريفيرو حب يجدد دماء، ودي نقطه ايجابيه جدا كنا بنتكلم عليها في الماتشات الوديه، وقلنا يا رب يحصل ده في ماتشات الدوري، ان هو يجدد دماء بدري ويغير. وكلام على حته الكلام اللي احنا اتكلمنا عليها، حته شكري وكريم فؤاد، ان احنا قلنا ده ليه ادوار وده ليه ادوار. حب يغير رتم اللعب، حب يلعب ويخلي كريم فؤاد يخش ويضم العمق بدل شكري اللي هو ملتزم بالخط ان هو باك. فحب يخلي كريم فؤاد يخش العمق شويه، لكن كريم فؤاد كان من الماتشات القليله دي برضو بياخد قرارات غلط، بيشوط اوقات غلط. محتاج يركز في الباص اللي بيطلع من رجله في الوقت الصح. نزل كريم فؤاد ونزل محمد طاهر بدل محمد شكري وقفشه اللي كان وحش قوي. ودي كلها وقت، كلها مساله وقت بس. قفشه سكواد بتاع ريفيرو عايز لعب سريع. كنت حلو قوي في ماتشات الوديه وعملت حلو قوي، حلو قوي، ماتش حلو قوي قدام بنزرت تونس. كنت حلو قوي، لعب العمق وان تو هيد
هل انت مش واخد دور كفايه؟ هل انت ما بتطلعش تستلم الكوره كفايه؟ هل تعليمات المدرب غلط؟ بس في افكار، في نقط كده معينه او في مواقف معينه اقسم بالله ما فيها مدرب ولا مدرب قال بيقول لك اتصرف كده. انت مكسوف، انت لعيب كسوفي قوي يا قفشه، كسوفي. لما تشوف اللي قدامك الدنيا قدامك مقفوله تقوم مرجع ورا. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت صانع لعب، حظك وقلنا لك 100 مره من ساعه لما جيت الاهلي. انت جبت القضيه زي العسل، حلو قوي، جبت لنا اهم جون في تاريخ النادي الاهلي. شوف ربنا بيحبك ازاي، في اهم ماتش في تاريخ النادي الاهلي، في اهم نهائي في القرن، اهم نهائي في تاريخ النادي الاهلي. لكن انت صانع العاب للاسف جيت في مركز حساس، صانع لعب والمركز ده ياما اتحط فيه اساطير، وتريكه وصالح جمعه وعبد الله السعيد. للاسف طاهر وزيزو لعبوا ناحيه اليمين، كانت جبهه قويه جدا، وتريزيجيه وكريم فؤاد ناحيه الشمال عشان يتبدلوا الادوار، وكريم فؤاد يلم العمق زي ما اتكلمنا. في الدقيقه 50 جون احمد رضا براسيه، قصدي بتمريره الممتاز، ابن الممتاز، احسن باك يمين في النادي الاهلي، احسن صانع العاب في النادي الاهلي حاليا، احسن صانع العاب في مصر، وهياخدها مستريح. وعدوا الاسيستات بقى، عدوا الاسيستات طول الموسم، ادي اسيستين اهو. متخيل واحد مش صانع العاب اصلا، مش مركز 10 يعمل كده، وقفشه اللي هو مركز 10 شفناش منه بلح خالص. فزيزو ده دي النقطه اللي جايبينه عشانها، وده المركز اللي جايبينه عشانه، وده اللي ريفيرو اتقن فيه، اتقن حد في زيزو انه يلعب ناحيه اليمين عشان يستقبل عرضيات او يستقبل اختراقات. هي دي اللعبه بتاعت زيزو، وهي دي اللي جايبينه عشانها. وتبادل ادوار مع محمد هاني، زيزو يرفع الكره ثابته، احمد رضا يشوطها بمعلمه في الدقيقه 51. في الدقيقه 50 يجي الجول الاولاني، تصبح النتيجه 1-0 للنادي الاهلي. في الدقيقه 51 تحرك من كريم فؤاد وعرضيه لزيزو، لكن تيجي في ايد جنش، بنحاول نخترق، بنحاول نعمل اساسات، اسف، كلهم بلعوا جوان. ابو جبل برمضان جه ناحيه الشمال، اول ما جه ناحيه الشمال النشاط ابتدى يزيد، اختراقاته ابتدت تزيد، حلواته ابتدت تزيد، وقلنا بين رمضان يلعب ناحيه الشمال ما يلعبش ناحيه اليمين. في الدقيقه 61 هدف من حسام حسن، اللاعب الحزيق، اللاعب اللي محروق، باين عليه محروق قوي. ما تنكش مع النادي الاهلي يا حسام، ما تنكش مع الجماهير، اللي خليك تجيب جول، اللي خليك تجري ورا الجماهير. راح للجماهير ليه؟ ما انت عارف ان شوبير واقف، هتلاقيه ورا الجمهور على طول. مش الجمهور اللي ظلمك يا حسام. رايح ليه؟ ما انت خدت فرصه يا موسيماني، خدت فرصه مره واثنين وثلاثه ما اديتش. انت وشيد حسين ما اديتش، هنعمل ايه؟ مفيش. فانت لعيب حزيق، لعيب للاسف انكرت الجميل، لعيب خنت التيشيرت انت اللي لبسته، فاستقبل بقى من هنا لغايه لما تهتز الكوره. في الدقيقه 61 حسام حسن يجيب الجون الاولاني لمودرن سبورت، خطا من شوبير، ما كانش واقف على رجله النهارده، كان متوتر، يلعب كوره، اختيار غلط ان هو يلعب لكريم فؤاد، لان كريم فؤاد كان مضغوط عليه، كريم فؤاد يلعبها اي حاجه بسرعه عشان مش شايف اللي وراه، تيجي للعيب يلعب يعمل اسيست لحسام حسن، احمد رضا يضغط بسلبيه يجيب الجول الاولاني. في الدقيقه 63 احمد رضا يعمل استخلاص حلو قوي، احسن لاعب في المباراه لحد دلوقتي احمد رضا لغايه الدقيقه 61 احسن لاعب في المباراه. في الدقيقه 75 رصايه من علي فين اللي برده لاعب حسيق، بعد الجول عمال يعمل كده، وذبحنا ومش ذبحنا، يعمل رصايه حلوه قوي. التراي بتاع شوبير ضعيف، شوبير كان النهارده متوتر، حتى في كوره كده كوره طلعت منه من ايده، ساق من شوبير طلعت بره ركنيه. كلام على شريف بس. محمد شريف تغطيه مهاجم، دفاع مهاجم. محمد شريف انت لعيب كوره، انت مش مهاجم بس، انت لعيب كوره، يعني ليك ادوار في الملعب، منها الادوار الدفاعيه. مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيعمل كده والله خالص، فاهم؟ مفيش حد بيعمل اللعيب كده خالص في ركنيه علينا. انت تطلع كده وتدكر كده وتطلع وتعمل عليها تراي، حتى لو جت خلاص انت في النهايه برضه مهاجم، لكن دي مش بتاعت لعيب كوره خالص. هننتقدك، لازم ننتقد عشان تفوق، ممكن الموضوع ده يتكرر مره واثنين وثلاثه. في الدقيقه 77 نزل اشرف بن شرقي، كان حلو جدا وبيلعب حلو وبديل حلو جدا، ومن رايي يبدا يلعب على تريزيجيه وكوكا، يخرج تريزيجيه واحمد رضا من نجوم المباراه، خروج محمد شريف ونزل جريتشار. جون في الدقيقه 78 من اسيست، احسن صانع في اللعب في مصر، احسن باك يمين في مصر، احسن وينج يمين في مصر. يرفع زيزو، يلعب كره ثابته، يرفعها تيجي في دماغ ياسين مرعي من نجم المباراه لو كنا كسبنا من وجهه نظرنا. مدافع كوير، مدافع بيلعب السهل، مدافع بيبتكر، مدافع بيجيب اجوان. اشتغل على نفسه بس بدنيا شويه، عشان برضه بحكم صغر سنه يا جماعه، معلش ياسين مرعي اصغر مننا،
تمام. فهو برده جسمه رفيع، قوه الالتحامات والماتشات بتاعت النادي الاهلي عايزه شغل بدني اكبر شويه، هيشتغل على نفسه بدنيا 10 على 10 يعني. ده 85 زيزو ينقل ناحيه الشمال ويلعب مع بن شرقي، كانت اقوى جبهه في المباراه، بيلعب مع بن رمضان، لكن للاسف مودرن سبورت مقفل علينا. حاولنا في كذا كوره مره واثنين في الدقيقه 85 عرضيه بشمال زيزو، هنحطك فين؟ بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، نحطك باك يمين، نحطك باك شمال، لعيب كوره يا جدعان، اقسم بالله لعيب كوره. انا مش عارف ازاي بجد في الزمالك كانوا محجمينه الدرجه دي، بجد والله محجمينه. عارف يعني ايه محجم؟ لا شكله محجمينه، هم عارفين قدره، عشان كده ما كانوش عايزين يمشي. هم عارفين ان داخل شايل الفرقه كلها. ده لما كنا بنلعب قدام المكان الاهلي بيلعب الزمالك، اقسم بالله ده اللي كان بس عقدتنا الوحيده بعد ما امام مشي وفتوح خلاص ركب القطر. تمام. في الدقيقه 96 عرضيه لبن رمضان روعه، لكن ما عرفش يستغلها صح. بعد كده في الدقيقه كوكا في الدقيقه 90 تعالى بقى بيشتت مرتده، كره ركنيه علينا خدناها. كوكا زيزو كان فاتح لوحده، كوكا بيشتت. وانت يا ابني ما بتتفرجش على ليفربول يا ابني؟ ما بتتفرجش على ليفربول؟ ما بتتفرجش على برشلونه؟ ما بتتفرجش على الريال؟ ما بتتفرجش على ايه؟ ما بتتفرجش على كوره؟ انت مش بتتفرج علينا، مش مشترك خالص، مش مشترك في القناه، وانت ما شبعتش كلام عنك. ده احنا مسكناك دعكناك في فيديو، مش فاكر فيديو مين، نهائي القرن، نهائي افريقيا باين السنه اللي فاتت ولا قدام صن داونز، مفيش خالص. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت بتشتت الملعب. اضغط جنبي شويه بقى. في ثلاث اربع لعيبه كده في الاهلي لغايه دلوقتي بيلعبوا، اقسم بالله ما عارفين هم طلعوا من الناشئين ازاي. يا ابني انضجوا يا ابني يمين يامال عنده 17 سنه بيلعب منتخب اول اسبانيا. انتوا بالطريقه دي مش هتشموا منتخب بولاق. انت يا ابني وتعلم كوره، في المرتده يا حبيب قلبي، ما تشتتش ما دام مش مضغوط عليك. ما دام مش مضغوط عليك يا عم، انت اصلا لو مضغوط عليك المفروض ترقص اللاعب. احنا متعادلين يا ابني. معلش عايز اقول حاجه، احنا النهارده لازم نوجه اللوم على ريفيرو شويه. احنا النهارده جبنا الجونين اللي جبناهم من كرات ثابته. طب فين الانتاجيه؟ في الفرص؟ ما بين اتفرجوا على المباراه تاني، ما بين الجون الاول والتاني احنا ما بين الجون الاول والتعادل احنا فين الانتاجيه؟ الغزاره فين؟ طبعا دي بدايه موسم، طبعا احنا اقل ان احنا نتكلم على ريفيرو، احنا لسه في بدايه في اول ماتش. ولما تلعب قدام معلش الفرق الشباب دي غير ما تلعب قدام مودرن او لعيبه الدوري او فرق الدوري، فاحنا مش بننتقد بس احنا بنسال ليه الاداء الهجومي واقع؟ ده سؤال لازم نساله. هنشوف لكم دلوقتي احنا الماتش الجاي امتى. المهم خلاص المباراه خلصت اهو. بيراميدز برضو تعادل، تمام. بيراميدز تعادل، الزمالك فاز. احنا لسه في اهدوا شويه، اللي بيعمل كده ده ايه ده؟ لسه بدري يا حبيبي على الكلام ده قوي. انا عارفينك يا علي، عارفين ان انت اصلا كنت هتروح الزمالك يا حبيبي. ففي هنا ومحمود رزق ده ايه يا ابني؟ ده في ايه؟ مالك يا ابني؟ تزق في ده وتخبط في ده وتنفخ وتمسك هنا وتمسك ضلعك وباطك وكرشك في ايه يا ابني؟ مفيش لعبه رجاله خالص، مفيش احترافيه. المهم المباراه الجايه ان شاء الله في الدوري باذن الله قدام فاركو في خمر السماء، قدام فاركو يوم الجمعه الساعه 9. ربنا يستر. فاركو عامله صفقات ممتازه هي والبنك الاهلي السنه دي، من الفرق اللي ليها يعني متوقع لها مستقبل حلو. فيوم 15 يوم الجمعه الجايه الساعه 9 مع فاركو. خلاص قفلنا الباب، احنا لسه في بدايه الموسم، نقفل الباب نخش في الباب اللي بعديه. عايزين نبدا نتساءل ليه ديانج على الدكه؟ حاجه غريبه جدا ان هو استبعد بيكهام. مش عارف يعني نقولها كلمه لوجه الله. بالله عليك ابدا شوف الشحات شويه بدل قفشه، ابدا شوفه في المركز ده، وابدا ادي ادوار شويه للشحات ان هو يبقى الصانع، او يبقى الفعل مش رد الفعل، او يبقى هو اللي بيبدا بالكوره. لمسته حلوه جدا، احسن من طاهر واحسن من قفشه احسن من قفشه لان عمر الشحات هيلعب خلاص على طاهر وزيزو. شابوه طاهر ما اتكلمناش عليه النهارده، شابوه بيلعب بحرقه وبيلعب بدنيا بيجري وبيضغط بدنيا وموت نفسه. شابوه مش ماشي على الشباب. انتهت المباراه. المباراه الاهلي والنادي الاهلي ان شاء الله. المباراه الجايه نبدا نفكر باذن الله، عقبال ما المباراه تيجي ان شاء الله نبدا نعمل لكم فيديوهات ان شاء الله. ربنا يقدرنا بس والدنيا تظبط معانا. كانت مباراه قليله قوي النادي الاهلي. شابوه لياسين مرعي، شابوه لزيزو، شابوه لاحمد رضا، تمام. شوبير، رساله لمصطفى شوبير، ابدا فوق
فوق فوق سهله تقعد عادي والشمال كمل عادي، فوق شويه. حرام عليك، ده احنا بقالنا كتير قوي ما لعبناش بالحارس البديل في الافتتاحيه. حرام عليك يعني. بس المدرب بيقول لك خد الفرصه، مفيش خالص. فوق بالله عليك، بلاش غلطات ساذجه. شكرا ناس كتير اتفرجت علينا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا والفيديو كان خفيف عليكم ان شاء الله باذن الله. لسه الدوري نفسه طويل، فكك من اي حد وقف ودانك، وبنشوف مين فينا لا يبقى ده بطل الدوري في الاخر. وبدايه ان شاء الله باذن الله بدايه لفوز كل مباريات الدوري باذن الله اللي جايه، ونادي الاهلي هيفضل فوق الجميع رقم 1 في مصر وفي افريقيا. السلام عليكم.